كلمتين وبس. ده مقاطعة. ده لوكال براند ولا ايه؟ هلو شارتس، انا سي او سبيروس باتس، والنهارده جاي اكلمكم عن اقدم براند بيعمل سوفت درينكس في مصر. لو انت فاكر ان جين زي هم اللي بدأوا ترند اللوكال براند تبقى غلطان. الموضوع موجود من زمان قوي. ففي 1909 ظهر نيكولا اللي رغم انه ملوش في الماركتينج الا انه كان شايف الماركت جاب في السوق عندنا، وقال لك ما نعمل سوفت درينك مصري، حاجه كده مصريه للمصريين، وكفايه شرب منتجات الخواجات بقى. وكاي ستارت اب بدا بمعمل صغير على قد البادجت، وفضل يجرب لحد ما عمل لنا اول سوفت درينك مصري وكان بطعم الليموناده، وسمى المنتج على اسمه نيكولا سباتس. حكايه سباتس هيحصل فيها 2 بلوت تويست هيودوا البراند في حته تانية خالص. واول واحده هتحصل لما ينزل ابن اخو نيكولا مصر عشان يدرس فيها، بس بعدها هيقرر انه يمسك الفاميلي بيزنس وهيعمل لنا فليفر جديده اللي هي التفاح الاحمر اللي هينزل السوق بعد ما يتعمل له ريبراندنج ويغيروا الاسم لسبيروس باتس. وباي ذا واي الفليفر دي هتكسر الدنيا. ولا ده جاي من بره زي كده؟ لا، هو ده براند مصري مش كده؟ بس يعني ده متصنع كله في مصر. وبعد النجاح اللي حققه فكر سبيروس ازاي انه يطور من البراند بتاعه اكتر واكتر، فعمل لنا فليفرز جديده وكانت غريبه وقتها على المصريين زي الرمان والجنزبيل والجريب فروت. نزل المنتجات دي السوق وقعد يراقب ردود الافعال والفيدباكس. الفليفرز الجديده عجبت الناس قوي وحققت نجاح رهيب لدرجه ان هي وصلت لقصر الملك فاروق الاول شخصيا، وسبيروس بس بقى المشروب الرسمي للقصر. وعندك ايه فليفر ثانيه؟ انت عامل شغل حلو قوي. سبيروس باتس بقى المشروب الرسمي للشعب المصري، ومن كتر نجاحه اتحول من ان هو مجرد منافس قوي في السوق ان هو بقى يمثل تهديد لبراندات عالميه كتير، وبقى فخر الصناعه المصريه. والملك شخصيا كان فخور ان عندنا لوكال براند بيقدم منتج بالجوده دي، كان بيعتبره انه بيعبر عن الصناعه المصريه وهويتنا. ده غير انه ظهر في افلام زي الباب الحديد وسمير وشهير وبهير. في عندك يتشرب سباتس، وبقى المشروب الرسمي لكل المناسبات. حتى جدتي كانوا موزعين في فرحها سبيروس باتس. سنة 1998 دي السنة اللي هيقرر فيها الخواجة انه خلاص كفاية كده، وهيبيع الشركة والمصنع، وسباتس هتبقى جزء من سبسة للمشروبات والأغذية، وهي شركة مصرية اللي هتفضل محافظة على مكانة وجودة سبيروس باتس، وهيفضل مكمل كجزء من ذكريات أجيال وأجيال من المصريين لحد سنة 2014، السنة اللي تعتبر هي نهاية سبيروس باتس. أصل الناس بدأت تنساه والطلب عليه قل، والمنافسة في السوق بقت أصعب من أول بكتير، فقرر أصحابه إنهم يقفلوا البراند حفاظا على تاريخه. وهنا هتيجي البلوت تويست التانية اللي هتغير تاريخ سبيروس باتس للأبد، وهي المقاطعة. فبعد ما بدأت أحداث غزة في أواخر 2023 هتبدأ حملة مقاطعة كنوع من أنواع الدعم لأهلنا ومحاربة الكيان، وهي حملة مقاطعة للمنتجات الأجنبية اللي بتدعم الاحتلال. وفي أول قائمة براندات المقاطعة كانت كل شركات السوفت درينكس تقريبا اللي وقتها كانوا مكتسحين السوق. بعدها يطلع كام منتج محلي بس جودتهم كانتش تبقى أحسن حاجة، لحد ما هيرجع سبيروس باتس يظهر تاني، وفي ثواني هيقلب الدنيا وهيبقى ترند، وهيرجع الإقبال عليه من كل حتة تاني، لدرجة ان مبيعاتهم هتوصل ل 300%، والسوشيال ميديا هتتقلب بسببه لأسباب كتير. ناس هتبقى بتحكي ذكرياتها معاه، وناس تانية بتشتكي ان هي بتدور عليه في كل حتة وعلى طول خلصان، وناس بتتريق على الاسم اللي محدش عارف ينطقه، وناس تانية بتتريق على اللوجو وبيقولولك هو ايه الدبانة دي؟ اللوجو اثر ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، ناس تقول دبور وناس تقول دبانة، بس في الحقيقة هي نحلة. سباتس اختار لوجو بسيط ويكون بيعبر عنه، وعشان هو كان شغال في مناحل العسل في جزيرة في بلده اليونان اختار النحلة انها تكون رمز اللوجو بتاعه. وبصراحة بالطعم اللي أنا دقته دلوقتي للكبار هو impressive. سبيروس
باتس براند مصري عمله لنا خواجه عشان يفك لنا عقده الخواجه بتاعتنا، والفكر الغلط بتاع المستورد يكسب، والحاجه المحلي اكيد رديئه ومش حلوه والفينش بتاعها مش قد كده، وقدر يثبت لنا ان احنا نقدر نعمل منتج جبار وينافس منتجات عالميه كتير. اصل ناقصنا ايه يعني؟ موارد ومفيش اكتر منها، وعندنا ناس شاطره وكرييتيف. والفتره الاخيره ظهرت لوكال براندز كتير عملت لنا منتجات تحفه وبكواليتي خطيره، وقدروا يعملوا لنفسهم اسم جوه مصر وبره مصر كمان. قولوا لنا في الكومنت ايه your favorite local brand وبتحبوا تشتروا من عندها ايه، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير.